أهلا بكم أعزائي طلبة الصف الأول الإعدادي ومع الدرس الثالث في الوحدة الثانية جغرافيا. الدرس بعنوان فصول السنة الأربعة. أخدنا الدرس اللي فات اللي هي ظاهرة الليل والنهار، وده ناتجة عن دوران الأرض حول نفسها أو محورها مرة كل 24 ساعة، لكن نعمة أنعمها الله على الإنسان وهي دوران الأرض حول الشمس. هذا بدوره بتؤدي إلى تعاقب فصول السنة الأربعة، وبالتالي تنوع المناخ وتنوع المحاصيل الزراعية. هذه الدورة السنوية التي تقوم بها الأرض حول الشمس تسمى بالدورة السنوية، اللي هي مرة كل 365 وربع يوم تؤدي لتعاقب فصول السنة الأربعة: خريف، بعديه شتاء، بعديه ربيع، بعديه صيف. فصول السنة الأربعة تتعاقب بانتظام واستمرار طول العام. لكن إيه السبب؟ نفكر مع بعض. إيه الأسباب اللي بتؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها في بعض الأماكن؟ ده بيتوقف أعزائي الطلبة بدوره على اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس وكمان طول النهار. بمعنى إيه؟ بمعنى لما أبص للشكل ده ألاحظ إن الشمس بتسقط عمودية على بعض الأماكن، فبالتالي وبدوره بترتفع درجات الحرارة. لكن لما تكون أشعة الشمس مائلة على أماكن أخرى زي القطب الشمالي أو القطب الجنوبي بتقل فيها درجات الحرارة وبتنخفض، بدليل أن في القطب الشمالي وفي القطب الجنوبي في ثلج أو سلوك بشكل كبير جدا. تمام. إيه الأسباب؟ إيه التفسير لهذه الفكرة؟ ليه بيحدث كده؟ هلاحظ أن الأشعة العمودية دي بتخترق مسافة أقصر من الغلاف الجوي، فبالتالي لا تفقد جزءا كبيرا من حرارتها، يعني محتفظة بحرارتها، يعني حرارتها ما زالت مرتفعة، ودي بتنتشر على مساحة صغيرة. تمام. ولاحظ ان الحرارة دي بتتركز على المساحة، ولما الحرارة بتتركز على المساحة اذا درجة حرارتها تكون مرتفعة. ده بالنسبة للأشعة العمودية. طب الأشعة المائلة؟ الأشعة المائلة عكس العمودية، دي بتخترق مسافة طويلة جدا من الغلاف الجوي فتفقد جزء أكبر منها. طيب الجزء الحرارة هنا بتقل. تمام. لذلك هنا بتنخفض فيها درجات الحرارة لأن المساحة هنا بتكون كبيرة. وبسبب دوران الأرض حول الشمس مع ثبات ميل محورها في اتجاه واحد، كل ده بيؤدي لحدوث فصول السنة أربعة. يا أستاذ ميل محور الدوران ده أنا أخدته قبل كده. ميل محور الدوران هو الخط الوهمي اللي بيمتد من القطب الشمالي الجنوبي، مقدار ميله ب 23.5، وأنا اتكلمت عنها قبل كده في الليل والنهار. تمام. إذا الثبات ده ثباته بيؤدي إلى تعاقب فصول السنة الأربعة بانتظام طول العام. طيب حلو خالص. طيب لما أجي أفكر وأسهل نفسي هنا، إيه اللي يحصل لو كانت الأرض لم تدور حول الشمس؟ طيب بالتالي عدم دوران الأرض حول الشمس يؤدي إلى عدم تنوع المناخ، يعني لا يديني حرارة ولا انخفاض. يعني معنى كده يا إما صيف دائم يا إما شتاء دائم زي ما احنا شايفين في الشكل، يا إما صيف دائم الشمس يا إما صيف دائم الشمس ظاهرة باستمرار يا إما شتاء دائم. تمام. وبالتالي تكون الحياة كلها على سطح الأرض يا إما حار يا إما منخفض، وبالتالي لا يتنوع المناخ ولا تتنوع مظاهر الحياة من النباتات وغيرها من الكائنات الحية. طيب سؤال تاني بفكر فيه وبسأل فيه نفسي هو إيه اللي يحصل أو ماذا يحدث إذا لم يكن محور الأرض مائلا؟ يعني كان شكل عمودي ما كانش مائل. طبعا أصبحت الشمس عمودية فقط على دائرة الاستواء، يعني الشمس هتكون عمودية بس على خط الاستواء وتكون مايلة على بقية أنحاء الأرض، وبالتالي هيحدث ثبات في إيه؟ ثبات في المناخ، وبالتالي لا تحدث فصول السنة الأربعة بانتظام. كذلك نعمة من عند الله سبحانه وتعالى أن خلالي ميل محور الأرض، يعني الأرض مايلة شوية كده، المقدار ده 23.5 درجة. تمام. خلى المقدار ده موجود، الميل ده موجود، الثبات ده ما بيتغيرش الميل، فبالتالي بيحدث فصول السنة الأربعة باستمرار. وكان من الممكن لو كان بيتغير الميل محور الدوران ده ان الشتاء تتكرر مرتين او الصيف يتكرر مرتين في السنة، لكن الميل ثابت ما بيتغيرش، ودي نعمة من عند الله. طيب تعالوا نشوف حاجة تانية اللي هي فصول السنة بقى الأربعة. نبدأ بفصل. أول فصل هو فصل الشتاء. فصل الشتاء أعزائي الطلبة هنتكلم فيه في نصف الكرة الشمالي اللي فيه دولتنا مصر، واللي بيفصل نصف الكرة الشمالي عن الجنوبي هو طبعا خط الاستواء. فصل الشتاء بيكون يوم 21 ديسمبر، بياخد 3 شهور لغاية 21 مارس. طيب اللي هو من شهر 12 لشهر 3. متى يحدث فصل الشتاء؟ فصل الشتاء بيحدث عند تعامد الشمس على مدار الجدي في نصف الكرة الجنوبي، فتنخفض الحرارة في نصف الكرة الشمالي،
وبالتالي بترتفع في نصف الكرة الايه الجنوبي، فيحدث الشتاء في نصف الكرة الشمالي والصيف في نصف الكرة الجنوبي. طيب ماشي، قبل ما توريني الرسمة وقبل ما توريني تعامد الشمس على مدار الجدي، قول لي قبليها هو الشتاء بتتميز بايه؟ الشتاء اعزائي الطلبة بتتميز بان الليل بيكون طويل ويقصر النهار، كذلك بتنشط فيها عملية الايه الرياح. طيب ايه الظاهرة الثالثة او الميزة الثالثة بالنسبة لفصل الشتاء؟ هو تساقط الامطار. وريني الشكل عشان افهم ازاي بيحدث فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي. ادي الشمس قدامنا، الشمس بتتعامد على ايه؟ طبعا على خط او دائرة عرض رئيسية هي خدناها في شكل الارض وابعادها، هو مدار الجدي. يبقى عند تعامد الشمس على مدار الجدي اللي هو موجود في نصف الكرة الجنوبي بيحدث الشتاء في نصف الكرة الشمالي والصيف في نصف الكرة الجنوبي. طيب وبالتالي يديني فصل الشتاء اللي بتنخفض فيه درجات الحرارة ويحدث فيه حاجة اسمها الانقلاب الايه الشتوي. ده كان بالنسبة لايه لفصل الشتاء. طب الفصل اللي بعديه يا استاذ؟ طبعا الفصل اللي بعديه من فصول السنة 4 هو فصل الربيع. فصل الربيع انا بتكلم كده واخد قاعدة عامة، انا بتكلم في نصف الكرة الشمالي على طول. طيب تمام. فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي يحدث يوم 21 مارس اللي هو انتهى فيه منه فصل ايه؟ فصل الشتاء. بياخد برضه 3 شهور من 21 مارس لغاية 21 ايه؟ من 21 مارس لغاية 21 يونيو اللي هو شهر 6، يعني من 21 3 ل 21 6. طيب الفترة دي ايه اللي بيحدث فيها؟ تتعامد هنا الشمس على خط الاستواء، فبالتالي بيتساوى طول الليل والنهار على جميع انحاء الارض، وبتعتدل درجات الحرارة في نصف الكرة الارضي، ويحل الربيع في نصف الكرة الشمالي وفصل الخريف في نصف الكرة الجنوبي، بسميه اعتدال ربيعي. طب وريني الشكل لو سمحت. ادي الشمس اهو، انا عايز اعرف ازاي فصل الربيع بيحدث. ادي الشمس بتتعامد على ايه؟ الشمس بتتعامد على خط الاستواء اهو، السهم ورهوني والشكل اللي ظاهر قدامي. بيحدث ايه؟ يحدث ايه يا استاذ امتى في 21 مارس؟ الربيع في نصف الكرة الشمالي والخريف في نصف الكرة الجنوبي. تمام. طيب وبالتالي بيحدث ايه؟ الاعتدال الربيعي. الزهور والورود بتظهر في هذا الاعتدال وبتكون درجات الحرارة معتدلة. طب بعد فصل الربيع اللي هو انت وقفت لغاية 21/6، طب انا فاكر كده ان 21/6 ده اللي هو 21 يونيو بيحدث فصل الصيف يا استاذ. فصل الصيف اللي هو بيبدأ من 21 يونيو حتى 23 سبتمبر. مش معنى 23 سبتمبر لأن الشمس بالفعل تكون متعامدة على مدار السرطان لغاية هذا التاريخ. طب فصل الصيف بيبدأ من 21 يونيو لغاية 23 سبتمبر. من 21 يونيو ايه اللي بيحدث؟ تتعامد الشمس على مدار السرطان، واحنا عارفين ان مدار السرطان ده فين؟ في نصف الكرة الشمالي، فيحل الصيف في نصف الكرة الشمالي وعكسه الشتاء في نصف الكرة الجنوبي. وانا عارف ان الصيف بيتميز بايه؟ بارتفاع درجات الحرارة، فبسميه انقلاب صيفي. انا واخد انقلاب قبل كده اللي هو اسمه الانقلاب الشتوي، وبعدين اخدت الاعتدال الربيعي، بعد كده هتكلم عن الانقلاب الايه؟ الصيفي. تمام. يبقى انقلاب شتوي ثم اعتدال ثم انقلاب صيفي ثم اعتدال اللي هو الاعتدال اللي بعد كده الخريفي اللي هاخده في اخر حاجة. طيب تمام. الانقلاب الصيفي وريني الشكل عشان ابقى فاهم. ادي الشمس اهي، الشمس بتتعامد على ايه؟ انا قلت نفكر فصل الصيف، يبقى بتتعامد يا استاذ، انا بتكلم فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي. اللي في الشمال طبعا مدار السرطان، بتتعامد الشمس على مدار السرطان في نصف الكرة الشمالي. وانا قلت الشمس لما بتتعامد على جهة يبقى بيحل فيها يبقى فيها حرارة، يبقى صيف. يبقى الشمس بتتعامد على مدار السرطان في نصف الكرة الشمالي، فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي وعكسه الشتاء في نصف الكرة الايه؟ الجنوبي. وبالتالي بيحدث عندي فصل الايه؟ الصيف اللي هو بترتفع فيه درجات الحرارة وبيسميه الانقلاب الصيفي. اخر حاجة في الدرس هو ايه يا استاذ؟ هو الاعتدال الخريفي او فصل الخريف اللي بيبدأ من 23 سبتمبر اللي هو 23/9 حتى 21 ديسمبر اللي هو شهر 12. طيب ماشي. امتى بيحدث الخريف؟ الخريف بيحدث اعزائي الطلبة لما الشمس بتتعامد على دائرة الاستواء، فيحل الخريف في نصف الكرة الشمالي والربيع في نصف الكرة الجنوبي، وبسميه كده الاعتدال الايه؟ الخريفي. طب الخريف بيتميز بايه؟ اعتدال درجات الحرارة في نصف الكرة الارضي وتساقط اوراق الايه؟ الشجر. وبذلك يبدأ الشتاء في الظهور مرة اخرى وتتعاقب فصول السنة الاربعة. بس قبل ما تسيبني فهمني برضو فصل الخريف. وريني الشمس. ادي الشمس بالنسبة لي هتظهر. تمام. هتتعامد عليها يا استاذ؟ قلت هتتعامد على خط الاستواء. تمام. حلو الكلام. فيحدث ايه؟ فيحدث فصل ايه؟ الخريف زي ما احنا شايفين. ده من ضمن فصول السنة
الأربعة هو تعامد الشمس على خط الاستواء، فبالتالي بيحدث الاعتدال الخريفي. أعزائي الطلبة، ألاحظ إن الشمس بتتعامد مرتين على خط الاستواء في السنة، ومرة على مدار السرطان ومرة على مدار الجدي. شكرا لكم ولحسن استماعكم، وإلى اللقاء في درس آخر.